السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين، وربنا يا رب ما يقطلنا عاده ولا يحرمكم مني ولا يحرمني منكم. وتعالوا نتكلم عن مسلسلات رمضان، واعملوا سبسكرايب عشان دي حلقه مهمه، دي اهم حلقه موجوده دلوقتي انا نزلتها وفيها كلام كتير حلو. تعالوا بقى نتكلم عن مسلسلات رمضان ويلا بينا. احنا عندنا رمضان من انتاج محكمة الاسرة ومن المحاميين ومن الستات الشريرة. انا مش فاهم بجد بصراحة في ايه. انا شفت الست واحدة توحد ربنا في الموسم الرمضاني ده. احنا عايزين ناخد المسلسلات بتاعت محاكم الاسرة ديت كده ورا بعضيهم واحد واحد عشان نتفرج للمسلسلات الجامدة قوي في الاخر. فتعالوا نبدأ بأب ولكن. فأب ولكن انا عندي مشكلة معاه ان انا مكمله لسبب واحد بس، مش اكتر ولا اقل. انا مكمله عشان اشوف الانتقام. انا عايز اشوف لحظة الانتقام من هذه السيدة الشريرة هي وامها، مش اكتر ولا اقل. انا عايز اشوف لحظة انتقامية جامدة جدا وتشفي الجليل. اما انا لو قعدت وخلصت ال 15 حلقة وما شفتش الانتقام ده ولقيته هو لسه بيتظلم لحد اخر حلقة، انا هطلع بالمسلسل دوت يعني ايه، افرش لي الملاية من الاخر. انا هطلع هنفخه، انا هطلع هدش من المسلسل ده باللي كاتبينه بالمخرج، عشان اللي انتوا عملتوه فينا في 5 حلقات دوت. يعني اللي هو ايه، مخليني قاعد واعمل لكم كده. انا قاعد مترقب انتوا هتعملوا ايه بقى، عشان انا شايف 5 حلقات هو نفس الحلقه بتاعت تاني. عمالين نعيد في الحلقات وعمالين نزود في الجراح وعمالين نقول قد ايه الست دي شريره وقد ايه حماتها بنت 60 في 70 وقد ايه الراجل ده مهما كان غلط هو ما يستاهلش الاجرام اللي حصل له. احنا كل حلقه بنشوف فلاش باك. يا جماعه دول ناس مجرمين رايحين يسرقوا العفش من الشقه عشان خاطر يبددوا مش عارف قايمه ومش عارف ايه ويدخلوه السجن، رايحين ياخدوا شقه ابوه منه، رايحين يعملوا مجرمين اجرام في 1 2 اجرام. هو خان في التليفون ويا ريته عمل حاجه، ده اخو اتكلم في التليفون كلمتين بيفك. وكمان طلعوا ان هي غلطانه برضو في حاجه زي دي. يعني واحده ست ما بتستحماش وواحده ست مش مهتميه بحاجه وسايبه الدنيا كده وسايبه بنتها على طول، ولو بتعيط ما بتقوم لها. يعني هم مورينا قد ايه هي ست معفنه، وهي كانت اصلا داخله على طلاق من الاول، وامها قالت لها خلفي منه ونطلقه وناخد منه ايه المصالح دي. فانت هي ست زي الزفت. فلما الراجل راح فك بكلمتين مع واحده بتستحمى ما اجرمش يا جماعه في وسط كل الخرا اللي احنا شايفينه دوت. هي مشكله طبعا وحاجه كبيره والخيانه مش حلوه، المفروض كانوا يقعدوا يتكلموا مع بعض ويحاولوا يحلوا الدنيا دي. بس هي ست سيئه من البدايه. على اي اساس في ناس بقى ممكن تقف جنبها، او على اي اساس ان احنا ما بنشوفش انتقام؟ انا دي بقى مش قادر افهمها ومستني اشوف نهايتها ايه، عشان احنا شفنا 5 حلقات نفس الحلقه بتتعاد تاني ومش قاعد غير عشان كده. يعني انا قاعد مستني عشان كده. انا لولا الموضوع دوت، لولا ان انا عايز افش غل فيهم ما كنتش كملت المسلسل بصراحه. المسلسل فيه شويه زعيق كتير واضح جدا، وفي شويه قرارات اخراجيه عجيبه. يعني انا مثلا القرار الاخراجي بتاع الحلقات الاولانيه لما البنت شافت جدتها في صوره شريره، انا قلت ديت نظرة اخراجية مختلفة وان البنت فعلا شايفة جدتها بالطريقة دي، تمام. بعد كده اجي للحلقة اللي فاتت واشوف فجأة اختهم بتيجي وهي شغالة دكتورة وبتكلم ابوهم اللي في غيبوبة بالتخاطر. ايه ده؟ ايه العبث ده؟ دي ما فهمتهاش بقى. دي اخراجيا انا ما فهمتهاش. بتكلميه بالتخاطر وهو بيرد عليكي وفي حوار داير بينهم. يعني دي كانت حاجة من اعجب ما يمكن يعني بصراحه، وقفلتني جدا. وكمان موضوع ان المحامي اللي هو بقى ايه، خلاص كل حاجه ممشيها بالدراع، واحنا عندنا قانون واحنا مش عارف ايه، وطالع عمال يزعق بس ما بيعملش حاجه تانية وممشي الناس كلها حواليه. انا مش قادر افهم بصراحه، هل المحامي ده ايه؟ يعني والله ده سؤال. ايه انت؟ ايه انت جنس ملتك ايه؟ انت خلقتك ايه؟ انا شايف ان محاميين كتير قوي بيطلعوا بنفس هذا المنظر. وهل ده موجود فعلا؟ انا عمري ما اتعاملت مع محامين قبل كده بالمنظر ده. يعني انا بتعامل محامين عاديين، ناس طبيعيين، يعني عقد بتاع بيخلص، الحاجات الطبيعيه دي. فالمنظر ده انا عمري ما شفته ومش عايز اشوفه بصراحه. يعني مش عايز اشوفه في حياتي خالص، عشان لو شفته ممكن اذي حد. يعني هو المحامي هنا ماشي بخدوم بالصوت، اللي هيبقى صوته اعلى هو اللي جاي، هو اللي هيكسب. هو مش المحامي بس، هو المسلسل كله بصراحه. المسلسل كله شغال بستايل خدوم بالصوت. احنا هنعلي صوتنا ونشوف بقى مين فينا صوته اعلى، واللي صوته اعلى يكسب. والف مبروك انت الكسبان. وحاجه تانية اللي مضايقاني جدا بصراحه، البنت الصغيره عيني اللي متبهدله من امها ديت، بتاكلها اكل غلط عشان خاطر بس تبسطها وتقول لها انا ام احلى، وبتقعد تزعق فيها عشان خاطر توريها قد ايه ابوها هو انسان سيء. البنت اصلا خلاص يعني في الحلقه الاخيره كده اللي هي ال5 او ال6 طلعت خلاص هي بتكره امها وش. يعني هي خلاص يعني بصمت على كره امها. فانا مش قادر افهم الست ديت اللي مش بتجري ورا حاجه غير الفلوس. وحتى زميلها
اللي جه ده اهتمت بيه لما عرفت اللي هو ابوه غني وبتاع وكده. فاي حد سيء من الاول على اي اساس انا ممكن اتعاطف معاه؟ مفيش طبعا تعاطف، واي حد متعاطف معاها يبقى هو مجرم زيها بس كده. فانا مكمل عشان خاطر اشوف انتقام كويس ويفش الغل وبس كده، مش اي حاجه تانية. انا مكمل عشان اتكلمت دلوقتي على مسلسل جيد لحد ما وسط، يعني 5-6 من 10. تعالى بقى نتكلم عن مسلسل انا مش هتفرج عليه، مش هكمله، وهو بابا وماما جيران. انا جيت في نص الحلقه ال5 ووقفت، ما قدرتش اكمل. الحلقه كانت صعبه جدا، ولا فيها كوميديا، ولا فيها حتى القدر الكافي من الدراما، ولا فيها الصراعات اللي تخلي الواحد عايز يكمل، ولا حتى انت فاهم الشخصيات عايزه ايه، والمواقف غريبه. يعني ايه صرصار وطلع ترند ويجري ورا الترند؟ ايه اللي جاب دوت لقصه 2 بيتطلقوا؟ يعني انت دلوقتي عندك قصه اساسيه في 2 متجوزين ساكنين قدام بعض، اتطلقوا وقعدوا قدام بعض. انا ممكن اطلع لك منها كوميديا كتير جدا وتضحك وتبقى حلوه. انت عندك دلوقتي خطين في المسلسل دوت. اول خط اللي هو الراجل والست اللي اتطلقوا واللي ساكنين قدام بعض واللي يحبوا بعض من هم صغيرين، يطلع منها كوميديا كتير جدا بسبب اللي هم الاثنين قدام بعض، والمشاكل اللي بتحصل في البيت دوت واللي في البيت دوت وبتاع. وحتى الاطفال الصغيرين فعلا كان بيطلع منهم في اول كام حلقه شويه كوميديا حلوه، والطفل والطفله بجد جمال جدا وعجبوني. بعد كده الدنيا دي قلت خالص اول لما دخلوا في موضوع الاكتئاب بقى، وانا همسك ده اضربه وبيتريقوا عليها في المدرسه وكده. الدنيا باظت منهم خالص. وعندنا كمان الجزء بتاع الصيدليه. فالصيدليه كمان ممكن كل واحد يدخل يشتري دواء يطلع منه كوميديا زي ما ظهر برده في الاول. بس انت جايب لي صيدليه المفروض يطلع منها كوميديا، وجايب لي فيها محمود حافظ بالتضجين بتاعه دوت. يعني انا اسف يعني، وطريقه كوميديته يعني والله يا جماعه الواحد مش كاسب برارته في كيس شيبسي عشان خاطر يقعد يتفرج على طريقه الكوميديا دي، او من كله بقى، مش من هو بس. يعني مش هو لوحده اللي عامل الكوميديا السيئه، كلهم ما بيطلعش منهم حاجه حلوه. فانت عندك دلوقتي قصتين اهو يطلع منهم كوميديا كتير. انت المفروض يبقى مسلسل خفيف زي المتر سمين مثلا، بس هم هنا في المسلسل مش عايزين يستغلوا الفرصه الحلوه اللي في ايديهم، فرصه ان 2 قدام بعض وجيران يطلع منهم كوميديا حلوه لذيذه، واتطلقوا وهم بيحبوا بعض من زمان، والعيال هنا وابوه والاب والام هنا، والحما دي هنا. في كيمياء كتير ممكن تطلع. يعني بيعملوا على خفيف قوي، على خفيف قوي. شيرين بتطلع كام نكته حلوه مع ابوها ولا مع امه، يعني تمام يعني، بس مش اللي هو ايه، مش اللي يشيل مسلسل. وكمان قصه الصيدليه برضو ما طلعش منها حاجه خالص. هي النكته بتاعت الست اللي دخلت عايزه تغير الدواء عشان خاطر الواد محبش طعمه، واحده بس في وسط المسلسل كله 5 حلقات. وبعد كده دخلنا بقى في موضوع صرصار وسوشيال ميديا ومش سوشيال ميديا وترندات ما شفتش استغلال للفكره اللي عندك. المتر سمير استغلها شويه وهو عنده فكره، وهنيجي نتكلم دلوقتي عن متر سمير. انا وقفت خلاص بابا وماما جيران، ما قدرتش اكمله بصراحه. في رايي مسلسل مش حلو، مش لطيف، مش حتى ان انت تتفرج عليه وتحس ان في قصه بتتحكي. هم في الاخر هيرجعوا لبعض بنسبه كبيره عشان دوت المفروض مسلسل خفيف كوميدي يعني، بس مش شايف ان دي حاجه حلوه بصراحه، مش شايف المسلسل حلو فانا وقفته. المتر سمير بقى على الجانب الاخر يعني، اللي هو عنده برضو التربايه بتاعته، عنده الفكره اللي هتخلي المسلسل يزق ويمشي، اللي هو محامي وبيجيله قضايا كتير. فالقضايا ديت هيطلع كل قضيه تاخد لها 2-3 بضحك معين ليها. بصراحه القضايا كلها مش حلوه. يعني ممكن اول قضيه خالص بتاعت تقريبا كانت رحاب الجمل لما راحت رقصت للناس دار المسنين، دي كانت حلوه وطلع منها كوميديا حلوه جدا. وعبد الرحمن توته دلوقتي بدا ياخد على الوضع والدنيا بدات تمشي معاه، وبجد طلع منه برده كام افيه حلو وكوميديا حلوه، وبقى خفيف على القلب اكتر من اول حلقه او اول حلقتين. واوتاكا كمان برده لذيذ، والدنيا في كيمياء حلوه وفي كوميديا حلوه. وكريم محمود عبد العزيز برده هو عنده الطاقه بتاعت كريم محمود عبد العزيز الطبيعيه الحلوه اللي احنا بنحبها. غير كده بقى بصراحه الدنيا مبلحه شويه. يعني القصص اللي بعد كده مش حلوه خالص. الناس بتوع الاثار ومش عارف ايه مش لطيفه خالص. يعني القصه بتاعت الراجل اللي بيضرب مراتاته الاتنين، عجبني الحل وهو في قلب الاسم كده، كانت مختلفه. انت قاعد انت محبوس ومطلعك عشان تعرف ايه تحل وتاخد الفلوس منهم وتروح تدفع كفالتك. عملوا لفه حلوه جميله عجبتني، بس الراجل نفسه ومراتاته وكده ما كانتش حلوه. هي عجبتني من ناحيه كريم محمود عبد العزيز، مش من ناحيه القصه نفسها اللي اتحكت بتاعت الراجل اللي
بيضرب مراتاته الاتنين دول. اتمنى بعد كده في الحلقات الجايه يبقى في خطوط احلى موضوع المحاماه دوت، يدخل فيه دم جديد وقصص بتضحك اكتر. والخط الرئيسي بتاعنا بتاع الاتنين اللي اتطلقوا هو اصلا كده كده خط يعتبر مش واضح قوي، مش ممسوك يعني. الى الان هو المفروض محامي وعقر وعارف الحاجات ديت، وهو اكتر واحد بيقع في المشاكل بسبب محامي تاني كان فاشل اصلا. فالى الان عايزين بقى نشوف الصراع المحامي بقى، واحد محامي من هنا ومحامي من هنا، واحد قديم وعقر وعارف الخبايا وعارف الدهاليز، والتاني لسه بيتعلم ولسه مش فاهم. وعجبتني حته لما كان واخد الولاعه واديها له، استغل عدم فهمه للقانون بشكل كافي. هو الدنيا ماشيه معاه بالحب يعني من الاخر. فتمام يعني دي منطقة لطيفة ماشيين فيها لحد دلوقتي في الخط الرئيسي. والخط التاني بصراحة مش احسن حاجة، بس انا مستني وموضوع لذيذ وانا بتفرج في كام نكتة حلوة بضحك. الدنيا ماشية يعني. في المتر سمير مش سيء، بس في محكمة الأسرة زي بقية المسلسلات. وبما اننا كنا بنتكلم دلوقتي عن محاكم الأسرة والمسلسلات المفروض خفيفة شوية، تعال ناخد بقية المسلسلات الخفيفة وهو النص التاني والله مش وحش، لذيذ. انا شفت النص الاول قبل رمضان على طول عشان ما كنتش شفته، فكان برضو لذيذ، مسلسل حلو. لما شفته بصراحه ما حسيتش اللي هو يستاهل جزء تاني، بس لما عملوا الجزء التاني قلت اتفرج. هي نفس الالعاب الى الان يعني لحد الحلقه 5، نفس سقاسيق يعني، خلينا نقول زي ما هو بيقول كده، نفس السقاسيق اللي بيعملها، نفس الطريقه. حته اللي هو اتاخدت منه اللي هو بقى مش حرامي زي الاول، حلوه، جددت شويه في حط الدم جديد في القصه، اللي هو ما بقاش موضوع بالنسبه له سهل اللي هو يروح وياخد اي حاجه ويسحب اي حاجه ويعرف يعدي الدنيا. السقاسيق نفسها مش الطف حاجه الى الان يعني. اخر سقسوه بتاعت الجن وكده ديت ما مشيتش، واستغلوا فيها ان عوني يطلق مراته مثلا او كده، فبرضو لسه السقاسيق ما ظبطتش قوي يعني. اتمنى السقاسيق القادمه لما بقى هو جاسوس هنا وهنا تبقى افضل يعني. انا مستني ديت ممكن تبقى حاجه حلوه فعلا، بس الى الان لذيذ، في شويه ضحك مش وحشين بيجي من النص نفسه، هو اكتر واحد بيضحكني. ميشيل ميلاد بصراحه مش زي الجزء الاولاني. الجزء الاولاني كان منفرد، كان متفرد، كان جميل، كان جامد، كان شايل المسلسل اصلا. الجزء دوت بصراحه لا يعني، هو ماشي اكتر ورا النص. هو في الجزء الاول ما كانش كده، الجزء الاول كان ليه شخصيته وكان بيقف قدام اي حد وعايز يبين مهاراته في الخدع وكده. الجزء دوت مش قد كده بصراحه يعني، الخدع بتاعته قليله، تواجده في العصابه عموما اقل كتير، واهميته مبقتش موجوده زي الجزء الاولاني. وبقيت الشخصيات برضو كده برضو يعني، حاسسها ان النص هو اللي واخد الفوكس اكتر في الجزء ده. بس ده اللي عندي عن النص. دلوقتي هتكلم على اخراج. الدنيا بدات تتحسن شويه في الحلقه ال20 اخيرا. عباس عرف حقيقه شداد وعرفها طبعا باكتر طريقه فيلم هندي. في اللحظه اللي وصل فيها بالجي بي اس للمكان ووقف فوق، سمعه بيقول كل حاجه، ده انا قتلت عياله وقتلت ابويا وهقتلك واقتل مراتي وهعمل كل حاجه بس اخلص المشكله اللي عندي وتحل لي الحاجه وانا ماسك عليك زله. قال كل حاجه. واول ما هو وصل يا سلام، وبصوت عالي، بصدى صوت كمان يعني، يا ريته بصوت عالي بس بصوت عالي والصوت بيرد عليه. فالموضوع بصراحه كان اللي هو ايه، هندي قوي. كنت بعمل كده وانا بتفرج، بس تمام يعني. انا متفهم دوت من الخلطه المحمد ساميه اللي دخلها علينا من الهند يعني. هو جه علينا من حوالي مثلا كام سنه، حوالي 7 8 سنين 10 سنين، دخل علينا هذه الخلطه واحنا مشينا عليها غصب عننا، وبقت بتعجب الناس وماشيه ومؤديه الى الان وسطي جميل بصراحه. في افراج هو دوت الكلمه، مسلسل وسطي جميل بيخليك في اخر كل حلقه مستني الحلقه اللي بعدها تشوف يحصل ايه يعني. مثلا الحلقه اللي قبلها كنا عرفنا اللي هو سمعه وهو بيتكلم، الحلقه الاخيره ديت عايز يقتل الواد ابنه، فكل حلقه بيوريك ايه ده، انا عايز اشوف ايه اللي هيحصل، انا مستني الحلقه اللي جايه. بغض النظر بقى عن احداث الحلقه نفسها، اذا كانت زي الحلقات اللي فاتت بدات تبقى ممله يعني. مثلا عندك الحلقه 14 15 16 17 الدنيا كانت بدات تمل وتعيد وتزيد ومفيش حاجه بتحصل، الى ان وصلنا للحلقه 19 والحلقه 20 بدانا ناخد خطوات جديه بقى. ده حط لي تتبع في العربيه ديت، ده انا عايز اروح اشوف بيحصل ايه، ده انا عرفت ان شداد عمل كذا كذا خلاص يعني. والواد كمان نفسه بقى شغل الدرون بتاعته في التجسس خلاص يعني. كل حاجه بدات تتكشف قدامنا ونشوف بقى الدنيا بتتقفل اهي. اخر 10 حلقات بنقفل خطوطنا كلها. فانا مبسوط باللي بيحصل بافراج بالرغم من كل المشاكل اللي موجوده في السيناريو، موجوده في الحوار والدنيا المباشره زياده عن اللزوم.
كل دوت معروف، وهي زي ما انا قلت هي خلطه محمد ساميه بامتياز ماشيه معانا. نيجي بقى عند افضل مسلسلين موجودين في النص التاني، نتكلم عن احسن مسلسل وبعد كده افضل مسلسل. يعني في مسلسل حلو، في مسلسل حلو قوي، فتعالوا ناخد المسلسل الحلو. مسلسل عرض وطلب هو المسلسل الحلو. مسلسل عرض وطلب بجد يا جماعه، اولا عندك اخراج ممتاز، لغه اخراجيه عظيمه، جو قاتم جدا في احداث مسلسل تستاهل اللي هو يبقى ده جو قاتم. بالرغم من دوت في شويه كوميديا بتطلع، مش هقدر اقول من كابونجا مثلا عنده شويه كوميديا. يعني لما كان الراجل اللي هو بتاع الدم دوت بيصلي علاء مرسي يقول هو بيصلي ايه، هو قال له هو بيصلي ليه. يعني في شويه كوميديا حلوه بتطلع من كابونجا بصراحه، وبتخفف الاجواء الصعبه اللي احنا بنتكلم فيها. وفوق كل دوت احنا عندنا بقى قصه يا جماعه بتتبني على هداوه قوي، بتتبني زي ما بيقولوا كده ايه، بنار هاديه. عندنا واحده بتحاول تعمل اي حاجه عشان خاطر تجيب كليه لامها، فبتضطر في وسط الاحداث ان هي تتعامل مع ناس لا مؤاخذه كده اللي هو ايه، اقل طبقه في المجتمع، مثلا كابونجا ورحمه احمد، ناسي اسمها ايه في المسلسل بصراحه، وعلاء مرسي. فالثلاثه دولت اجتمعوا بالصدفه البحته معاها. هم يعرفوها، هم في نفس الحاره، هم كلهم مع بعض، لكن اجتمعوا مع بعض في الموضوع دوت بالذات بالصدفه. مصطفى بسريع كان مساومها، قال لها انا هديك الكليه بتاعتي بس انت تجيلي الاول المكان الفلاني او تجيلي نعمل حاجه سوا. هي راحت له واكتشفنا ان كابونجا موجود وان هي خدته بالعافيه، وبعد كده راحوا جابوا اخوها خطفوه حرفيا. القصه دي هي السبب، او الجر المشاكل مع الناس دي هي السبب بقى في احداث المسلسل اللي هتيجي. فبنوا لنا واحده واحده، عرفنا مين كابونجا، وعرفنا خلفيه شخصيته ايه، ورحمة احمد برضو عرفنا شخصيتها وعرفنا خلفيتها وعرفنا هي بتشتغل فين وليه بتعمل كده واسبابها، وكل واحد عنده اسبابه. وحتى سلمى ابو ضيف بقى عندها اسباب دلوقتي، هي رافضه الموضوع، لكن رحمة احمد قعدت تقول لها اللي هي خيريه، قعدت تقول لها ده ومصاريف ومش مصاريف والموضوع يبقى كتير عليكي والشغل مش عارف ايه. فبدات تلعب في دماغها ان هي كمان تشتغل معاهم، فتجمع عندنا رباعي الجريمه، سلمى ابو ضيف ورحمه احمد كابونجا وعم نعيم. طبعا انا بس ايه الاسامي بتوه مني معلش. الاربعه دولت رباعي الجريمه دوت هو بقى اللي هيبدا القصه اللي جايه. فانا شايف المسلسل بنى حلو قوي، بنى الدنيا حلو قوي، وعرفنا الشخصيات وعرفنا دوافعهم وحطينا في الاطار دوت عشان خاطر بعد كده لما يعملوا اي حاجه نبدا اللي هو ايه، مش نتفهم، نبدا نعرف انتوا مين وبتعملوا كده ليه. ما يدخلناش على طول ان في 4 بيتاجروا في اعضاء، ما عملش كده خالص، خد وقته 5 حلقات يبني لنا الدنيا وبناها حلو جدا وعرفنا كل حاجه. هل بقى ما فيهوش عيوب؟ طبعا في عيوب. عيوبه ايه بقى؟ الفلاش باكات اللي بتيجي في النص ملهاش لازمه، ولو ليها لازمه ليه خليت سلمى ابو ضيف تقعد تتكلم حوالي 3-4 دقايق في نفس الحاجات اللي احنا شفناها؟ يعني تقول له انت كنت سبتني والواد مات وانت ما قلتليش اي حاجه وما وستنيش، انت كنتش كويس. لا ده انا كنت، كل ده حوار ملوش لازمه. احنا شفنا فلاش باك، يا تديني الحوار يا تديني الفلاش باك. هو اداني الاثنين بدون داعي. يعني مثلا هل ممكن ان احنا مش اذكياء كفايه ان احنا نفهم الفلاش باك فقرر يدينا الكلام عشان يبقى واضح اكتر؟ ممكن، مش عارف، ما حبيتهاش، مع انه في حاجات تانية كتير ما شرح لناش ده بالوضوح دوت. يعني في حاجات كتير جدا ما شرحهاش بهذا الوضوح وسابها لنا احنا نفهمها لوحدينا، لكن في دي بالذات مش عارف ليه جه شرحها، يعني مع انها واضحه. فدي من عيوب المسلسل بالنسبه لي. غير كده مفيش. المسلسل فعلا حلو، يشدك، عالم قاتم، عالم تتفرج عليه وانت يجي لك كرشه نفس كده، خارج من عالم عين سحريه شويه بالازرقات بالسواد اللي هو فيه، بالدنيا ضلمه على طول، قليل لما بتشوف نهار في اوقات معينه. فانا متحمس وعايز اتفرج وعايز اشوف اللي بيحصل فيه. المسلسل بقى الاكثر تحمسا والاكثر جمدانا والافضل في النص الثاني، وممكن يبقى الافضل في رمضان، حكايه نرجس. حكاية نرجس عندنا دراسة شخصية سايكوباتية زي الكتاب ما بيقول. تخيل معايا كده فيلم الجوكر بس واحدة ست، وكمان دوافعها مش زي الجوكر. يعني الجوكر كان راجل طيب وهم جايين عليه، اما هي لا، هي من الاصل ست وحشة اصلا. يعني من بدايتها كده هي انسانة سيئة، وكمان حماتها عارفة ان هي انسانة سيئة وابنها عارف ان هي انسانه سيئه، وكانوا رافضينها دخول العيله اصلا. فاحنا عندنا حد من اصله عنده الحته اللي هو يبقى وحش، والمجتمع كمان داس عليه زياده، بيحطها في مواقف اللي انت ما بتخلفيش، انت السبب، محدش طبعا هيتجوزك او كده.
بقى عندها ضغط كمان من المجتمع عليها، فاضطرت تعمل اللي هي بتعمله ده. جرايم من البدايه، عملت جريمه مع جوزها في الاول اللي هو قالت عليه ما بيخلفش، ادي جريمه. الجريمه الثانيه ان هي داست عليه بزياده قوي في الحوار دوت، وقعدت تحسسه بالذنب لدرجه اللي هو بقى موافق على اي حاجه هي عايزه تعملها بسبب الذنب اللي بقى عنده. بعد كده لما جيت خطفت الواد، ادي جريمه ثانيه. الجريمه الثالثه طبعا مفيش اعظم، هما الثلاثه منيلين بنيله يعني، لما سابت حماتها تموت وهي واقفه ماسكه البخاخه في ايديها وسامعه اسمها بيتنادى عليها وبصه. يعني دراسه شخصيه يا جماعه زي الكتاب ما بيقول. انا مش يعني خلاص يعني مفيش بعد كده. وكمان مش شخصيتها بس هي اللي مكتمله، بقيه الشخصيات كمان احنا عندنا خلفيتها كلها وعندنا الدنيا معاها تمام قوي، سواء بقى حمزه العايلي، سواء احمد عزمي، حتى مرات احمد عزمي اللي بتحب حماتها جدا وباين عليها وقد هي فعلا مأديه الدور بتاعها حلو. لا يا جماعه، احنا بقى نتكلم على التمثيل. احنا اتكلمنا دلوقتي على القصه اللي هي فعلا حلوه جدا، قصه مرعبه بشكل او باخر. انت عندك زي ما قلت لك واحده ممكن توصل لمرحله الجوكر وتعديه، كمان قصه حقيقيه، فانت تعرف قد ايه المجتمع ممكن ياثر على الناس بالطريقه دي. وفي التمثيل هتكلمك اقول لك ان انا هي صعبت عليا يا جماعه بعد كل ده والمشاكل دي كلها، صعبت عليا. ومش عليا انا لوحدي بس، انا شفت بوست بيتكلم كل الناس اللي بتتكلم فيه متضايقه جدا من حماتها ان هي كشفت على الواد، وان هي اصلا شاكه فيها من الاول، وقالت كويس ان حماتها ماتت او هي تسيب حماتها تموت عشان خاطر ما تفضحهاش. انت متخيل الناس وصلوا اجرام لقد ايه؟ هي صعبانه عليا لما بتمسك الواد وحاسس قد ايه عايزه تبقى ام، بس ده مش دليل على الجريمه اللي انت بتعمليها. هي عملت جريمه واحده اتكررت وراها كل الجرايم دي طبعا عشان خاطر تداري على جريمتها الاصليه، اضطرت تعمل جرايم تانية لحد ما موتت حماتها حرفيا. بس هل ده مبرر يعني للجرايم؟ اكيد لا. فمفيش حاجه اسمها يا جماعه متعاطف معاها عشان خاطر هي بتمثل حلو قوي. تعالى بقى نتكلم في التمثيل بقى يا جماعه. ريهام عبد الغفور ليفل تاني خالص من التمثيل، ليفل تاني خالص من الاداءات الرمضانيه اللي موجوده في الموسم ده ومواسم فاتت كتير كمان. بجد جميله عظيمه حلوه، تحسسك قد ايه هي مش عايزه تعمل اللي هي بتعمله دوت، بس بتعمله غصب عنها مثلا. فطبعا افضل اداء نسائي في رمضان تقريبا حمزه العايلي جامد جدا، احمد عزمي رهيب بجد. شكرا اللي هو شفته، انا ما شفتش ظلم المصطبه الموسم اللي فات، بس الناس كلها بتشكر في ادائه، وانا بشوف المره دي وانا بقول له هو يا جماعه والله العظيم طاقه تمثيليه مهدره. الراجل دوت ممثل جامد من زمان واحنا ناسيينه من ايام ماما نونا. فلا المسلسل ده طبعا يعني مسلسل خطير عجبني جدا، وهينافس عين سحريه، وحسب نهايته ممكن يبقى احسن منه. يعني عين سحريه كان حلو الى كام نقطه قالوه وهم اللي خلوه مش احسن حاجه. انا هنا ده النهايه بتاعته جت زي ما انا متخيلها كده، هيبقى بيرفكت 10 من 10 وهيبقى احسن مسلسل موجود في رمضان كله. فانا متحمس جدا لحكايه نرجس واللي جاي منه. وبس كده، ده اللي عندي، وما تنساش تعمل سبسكرايب. وسلام.